السلام عليكم، اهلا وسهلا حبيباتي الغاليات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ اموركم مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. صباحكم مبروك ونهاركم مبروك. ايوا اش غادي نقول لكم، جيت نشارك معكم الجلابه كي طلعت. عرفتي؟ والله العظيم البنات الى البارح ما تعشيت ما نعست. واحد الفقصه ما نقولش لكم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واش لهاد الدرجة ما عنديش الزهر في الجلال؟ من نهار ما بقيتش كنفصل انا. نهار اللي كنت كنفصل الجلباتي كيجيو على قياسي هما هادوك، لا سواء بالراندا ولا بهذا شنو سميتو، ولا هكا بالماكينه نيت. المهم دابا نوريكم شي حوايج اللي انا مفصلاهم وكيجيو على قدي هما هادوك، وراه اكيد كاع قفاطني وجلالبي اللي كنلبس راكم كتشوفوهم. المهم ما عليناش، غادي نوريكم اختي جلابتي كي جات. وما تضحكوش، راه اللي ضحكات عليا راه غنبلوكيها. راه عرفتوا داكشي اللي ضحكت انا البارح؟ عرفتي شنو هي؟ الدموع تنضحك انا واختي ابي الفيديو. صيفط لها التصويره راه تنضحك انا وياها والاستاذه اللي معاها زعما حتى نكذبش عليكم الدموع ما بقاوش بيحبسوا ليا. ايوا المهم انا يا اختي شوفوا ليا الفصاله. وقيلا واش قلت لي؟ واش وقيلا واش بنت ليه بغيت ناكل دردك باش نغلاض في سيمانه ولا ما نعرف. المهم اختي ها انتم راه وليت كنلعب وسط الجلابه. المهم والله لا قال لي راجلي ما تصوريهاش، قلت ليه لا، انا شاركت معاهم التوب وقلت ليهم غادي نشارك معاكم كل شيء، اذا خاصهم يعرفوا هذا الشيء اللي وقع. ها انتم اختي خاصني غنمشي نلعب مع الدقيقيه. المهم شوفوا، خليوا لي الراي ديالكم. والله العظيم الا زعما ما عرفتش شنو وقع بالضبط. المهم خليوا لي الراي ديالكم. بالنسبه للخياطه ها نتوما، بالنسبه للخياطه متكونه ما نهضروش. الخياطه الكابل يعني لاصق على خوه. لا من ناحيه الكاترفيل مزيانه، واخا شي شويه مايله، هاد ما جاتش وحده مع وحده ماشي مشكل، هذيك نقدروا نغمضوا عليها عينينا. بالنسبه لهنايا الفينيسيون ما عندي ما نقول. انا بالنسبه للخياطه، حيت انا هذا الخياط اول مره نتعامل معاه، بالنسبه للخياطه راها لاصقه، الخياطه مزيانه هي هذيك ماشي مشكل. حتى الفصاله راه ما غاديش نقول لكم نعيب الفصاله، حتى الفصاله يعني بحكم انا تنعرف الفصاله، يعني ملي كتشوفي الكتاف مقارنه مع التركيز راه كتبان الفصاله مزيانه. غير هو الله اعلم ما غاديش نظلم. هو قال لي يعني ملي جيتو وهذا وصيفط لي في الواتساب قلت لي راه جات عريضه، اتصل بينا ابيل وقال لي راه يمكن غلط. ومعاه هو كيقيد غير في واحد الوريقات صغيورين ما دايرش دفتر، دوك الوريقات اللي دوك التيكيتات اللي كيكونوا في الخضار في الغوز كنلصقوهم هكا تنكتبوا فيهم شي حاجه، هادوك تيقيد فيهم وما لصقش الطرف ديال الثوب ما لصقوش في الورقه. قال لي يمكن غلطت ودرت لك العبار ديال شي وحده اخرى. المهم ما عليناش، فيها خير. انا ما كنتش غادي نرجع، هو قال لي رجعي عندي اليوم. انا كنصور معكم نهار الثلاث، اليوم 26 ولا 27 في الشهر ما عقلتش. المهم شحال اليوم 26 في الشهر ياك البنات. هو قال دار معايا دابا، قال لي رجعي عندي غدا في الصباح ولا في العشيه وقت ما سلكك وغادي نعاودها في الفصاله. انا شنو قلت غادي لانه بحكم عبرتها من هنايا عبرتها، حيت انا مولفه كنفصل الوالده جلالبها لقيت فيها 30. هذا هو القياس اللي كتلبس الوالده 30. ولكن الاشكال اللي فين لقيته ملي دابا اتصلت بها وقلت لها عبري لي الكتاف ديال جلابتك، لقيت انه الكتاف ناقصين شويه. صافي، بما انه الكتاف ناقصين ما عندي ما ندير من غير انني نرجعها. اما انا ما كنتش غادي نرجعها، قلت صافي غادي هذا نعطيها الوالده. هي اصلا في الاول مني قلتوا لي بدلي واحد فيهم، قالت لي خلي لي واحد نخلصوا لك. قلت لها لا راه بغيت انا هذا الموف. ايوا الساعه المهم هادشي اللي كاين اختي. ما عرفت مال هذا اللون من الاول ما عجبنيش اللون، ما ارتاحيتش ليه. من بعد صافي اقتنعت به وقلت ماشي مشكل، بما انه شكروه ليا بزاف الاخوات قلت ماشي مشكل. وفعلا راه طلع زوين، اللون طلع زوين.
ولكن اختي واش انا اللي ما عندي زهر، واش شي حاجه اخرى الله اعلم. يلا البنات، المهم باش ما كان غادي نرد عليكم، غادي نديها دابا للخياط، نديها للخياط ان شاء الله. ايوا نشوفوا اللي هادشي اللي كتب الله، ما عندنا ما نديرو. صدقات هو هذاك، ما صدقاتش هو هذاك. نعاود اختي نوريها لكم عن بعد. ها نتوما يا اختي، ها نتوما شفتوها. ايوا المهم غادي نحاول نلبس شي حاجه اللي كتجيني في العبار مزيانه باش يعاود ياخذ عليا العبار ان شاء الله. ها نتوما انايا البنات بغيت غير نوريكم هادي، ماشي هذا قفطان ماشي جلابه، هذا قفطان نيت انا اللي مفصلاه، يعني تقريبا تيجيني هو هذاك مريح. تقدري بحال دابا انا راه لابسه تحت منه البيجامه، ها نتوما يعني لابسه تحت منه البيجامه، ومع ذلك راه مزيان في هذا في العبار كيبان ليا هو هذاك. ايوا صافي غادي نحاول نمشي كاع لابساه تحت من الجلابه باش ناخذ عليه. ولا نديه ليه غير هكا يعبر عليه. وهذاك من تقرا هو اصلا عرض. لا العرض هو هذاك. لا هذا حيت ما فيهش الفتحه. داك القفطان ولا الجلابه ملي ما كتكونش الفتحه كنديرو 45. ايوا المهم هذا قفطاني. المهم بزاف الحوايج راكم شايفينهم معايا انا مفصلاهم من راسي. ايوا ملي جاني العكز وليت كنقلب على على اللي يفصل، ماشي مشكل. المهم باش ما كان غنقول لكم شنو درت. انايا البنات غادي نكمل معكم لا فيديو بالتقديه بالنسبه لهذا. خليو هادو هما الاخرين اختي عاد غنهضروا عليهم. بالنسبه للليمون تقدينا شي حاجه البارح، هادشي على حساب راجلي الليمون بطبيعه الحال، وهادشي اللي غنوريكم. تقدينا البارح 6 دراهم، 6 دراهم الكيلو المندارين، 6 ديال الدراهم. ما عرفتش كتبان ليا الصوره كحله ملي كنصور بالتليفون اللور كتبان الصوره كحله. المهم 6 ديال الدراهم. وما عقلتش البارح شحال جبنا، يمكن جبنا 2 كيلو اولا كيلو ونص، حيت كلاو تقريبا. هذاك ديال البارح بقى فيه غير شي حبات، وعاودنا زدنا اليوم غير كيلو ب4 دراهم. هذا اليوم جبناه ب4 دراهم، وراه فيه تبارك الله ليمون كبير. غير انا تنحاول نستي هذا اللي تيكون القشره ديالو رقيقه. المهم كما قلت لكم الماندارين كاينه 6 دراهم، كاينه 5 دراهم، كاينه 4 دراهم. فهمتوا؟ انا خديت البارح ب6 دراهم واليوم ب4 دراهم. وبالنسبه للبطاطا راه رخصات البنات الحمد لله، اللهم لك الحمد. بالنسبه للبطاطا اش غادي نقول لكم، هذه كنت خديتها ب3 دراهم. البطاطا كما قلت لكم خديتها، هذه راه خديتها نهار الخميس. كنت خرجت انا ولوستي ملي كانوا عندي هنايا، خرجنا غير كندورو صراحه، ما كنتش غاديه نتقدى الخضره، ولقيناها ب3 ديال الدراهم. ها نتوما فيها الكبيره فيها الصغيره. غير هو راه ما عرفتش علاش، ماشي نقول لكم جديده، ماشي جديده اكيد، وراه دابا سيمانه وهي عندي، سيمانه باش تقديتها. المهم راه قديت بها، خديت شي 3 كيلو يمكن. ها هي شوفوا كتكون فيها غير بحال هاد الفلحه هادي هكا ديال، كتكون عاديه. ها نتوما المهم انا غنجرب بها الفريت. بالنسبه للطياب ديال الطاجين والكوكوط راه جربتها، ولكن الفريت مازال ما عرفتش واش غتصدق ولا لا. صافي هادشي اللي كاين راه باقا عندي، غير جبت غير هاد الكميه نصورها معاكم. قلت بلا ما نجيب شي حاجه كثيره. ايوا هنا اختي ندوزو للتحليه. ندوزو للحلاوه. انا راه كنت صراحه قبل ما نخرج عند الخياط كنت شاعله هذا الفران على الخبز، وقلت غادي جبت البيض وداكشي حاطاه باش نصايب كيكه. ايوا صافي ملي قال لي راجلي لا غير يلاه نمشيو دابا عند الخياط لا يعود يسد مع الظهر. ايوا صافي هنايا ملي كنا دايزين طريق نقص شويه. المهم هنايا ملي كنا دايزين راجلي داز خدا هادشي، واخا تنقول لكم اختي صايبو في الدار. المهم انا ما خديتوش، هو اللي قال لي بغيت ناخذ هادشي. بالنسبه للقريش اللي طرا دايرين 25 درهم الكيلو، خدا نص كيلو. وبالنسبه لهاد سميتو الحلوه ديال الماكينه حتى هي دايره 25 درهم، خدا
نص كيلو ب 12 درهم ونص. وهنايا البهله حتى هي نفس الثمن، المهم نص كيلو نص كيلو نص كيلو من كل حاجه، في المجموع 750 ريال في هاد الثلاثه. المهم اختي هادشي ماشي على حسابي. وبالنسبه لسميتو لهادشي ديال الحلوى، انا ولادي وراجلي راه اللي حطيتي ليهم ما يبقاش، داكشي اللي صايبتي اليوم ما تلقايش النهار الاخر. يعني الحلوى ما نقولش لكم، ما كاين غير الله يعطيك الصحه، يعني خاصك كل نهار تصايبي شي حاجه جديده. ايوا هادشي اللي كاين، هاني شاركته معكم. نتمنى اختي تخليو لي الراي ديالكم بخصوص الجلابه، دابا راني ديتها، نتمنى تخليو لي الراي ديالكم. شنو بان لكم؟ واخا انا راه ديتها الخياط صراحه، في الاول فاش صورت معكم كنت مازال ما خرجتش، ولكن دابا ديتها. نتمنى خير ان شاء الله يا ربي.